يلا يا نادية. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا حبيبتي وعليكم السلام يا ست نادية. انا 75 سنة يا دكتور. ربي يديك الصحة وطولة العمر. الله يخليك، وملتزمة بالصوم والصيام والصلاة وكل حاجة. الحمد لله. انا بس انا عندي مشكلتين. ايوه. المشكلة الاولى ان انا كنت يعني ارملة، وتزوجت واحد عنده بنتين، السن سنة سنة ونص وسن 3 سنين. وكبروا وربيتهم تربية طبعا كويسة جدا ومدارس أجنبية وكل حاجة. انت اللي كنت بتدفعي المصروفات؟ نعم. كنت انت اللي بتدفعي مصروفات المدارس الأجنبية؟ أيوة. ده انت محسنة قوي، ده يا بخت وبخت ولاده. وبعدين لغاية يعني ربيتهم 22 سنة. وبعدين تزوجت البنت الكبيرة لواحد ضابط، والبنت التانية عندها 3 سنين. يعني حبيتي ابوهم لهذه الدرجة؟ انا ثقت فيه يا دكتور. كنت بثق فيه. وبعدين لدرجة ان انا لما رحت البلد اجنبية عربية واشتغلت فيها، فانا كان مرتبي ضعف مرتبه. وبعدين راح قال لي انا احط فلوسي على فلوسك ونلعب مرجيحة ونعملهم، ولما ننزل اسكندرية نقسمهم بالنص عشان البركة تحصل. وبعدين كل ده ضلال على فكرة. المرتب كل بتاعي ده غير وديهوله شرعي. بإيده. كل ده غير شرعي. انا سامعك اهو، بس بدي المشاهدين تنويرة. كل اللي قالوا جوزك ده ضلال مبين. هو توفى يا دكتور. الله يرحمه. والله ولا يجوز. لا انا ما بقولش عليه الله يرحمه. طبعا. لان هو صاحب رصيدي من البنك كله. شفتي بقى ازاي؟ 490,000 جنيه يا دكتور. ما هو علشان حضرتك ما عندكيش ثقافة إسلامية كويسة. الثقافة الإسلامية تقول مرتبك قد مرتبه 10 مرات، ملوش دعوة ولا درهم ولا دينار كويتي. أعز الله الكويت حكومة وشعبا ومشايخ وجمالا ولنا فيه ما عشان والدتي يا دكتور. بسد عين الشمس. استني يا حلوة، استني يا حلوة بس عشان لما تقولي الله يرحمه يا حبيبتي، لما تقولي الله يرحمه انت اللي هتاخدي الثواب. ومش بكلمة الله يرحمه ربنا هيرحمه. مش قادرة يا دكتور اقول الله يرحمه، لان هو يعني عمل لي حاجات وحشة كتير. ما هو عمل حاجات وحشة، انت صبرت عليها ليه؟ انا ما صبرتش يا دكتور. يعني هو طلقك قبل ما يموت؟ استني بس، هو طلقك قبل ما يموت؟ كمبيوتر. هو طلقك قبل ما يموت؟ طلقك؟ طلقني. الحمد لله رب العباد. خدت منه فلوسك؟ استني بس، خدت منه فلوسك وخدت حسابك القديم وخدت مصاريف ولاده في المدارس؟ اهو ده اللي كان يرضي ربنا. اهو ده اللي كان يرضي ربنا. كان يرضي ربنا واحنا جايين نتطلق. طب انا صرفت على اولادك 2 مليون ادفعهم. لا ولا مليم. وعندك كذا وكذا وكذا، وانا مرتبي ضعف مرتبك. انت كنت عامله له توكيل يا شاطره؟ يا شاطره يا شاطره يا كبيره، كنت عامله له توكيل؟ طبعا. امال هيصرف هياخد رصيدك منين؟ دي غلطتي انا. طيب البنتين عندهم استعداد يسددوا عن ابوهم؟ لا. ولا كل واحده راحت شافت حياتها وسابوك انت كانك ما عملتيش حاجه، وكفايه انك خدت الذكر؟ يعني هم اصحاب فضل عليكي، عمل لهم بيها شهادات، ادوكي ابوهم، انت طماع عليه كده. بقى مش ادوكي ابوهم تتمسي وتتصبحي بوش القمر وتحط ايدك عليه تقومي تسخسخي من الفرحه وتحسي بالامان يا كبدي وتشمي هدومه من الدولاب تلاقي نفسك طايره فوق السحاب. الله جميله الدولاب والسحاب دي حلوه قوي، عجباني بجد. وتشمي هدومه من الدولاب تلاقي نفسك طايره فوق السحاب. ولو موتك من الجوع تحسي انك واكله كباب. لا والله. وانه حتى لو كان كبير انت شايفاه اصبى من الشباب. امال ايه يا اختي؟ وبعدين يا دكتور، انا لما اشتغلت في بلد تاني، في بلد عربي، يعني عملت قرشين فاشتريت بيهم شقه. الحمد لله. كتبتها باسمك ولا باسمه؟ لا الشقه اللي ما كتبتهاش لغايه دلوقتي. بس ايه، انا امي قبل ما تموت قالت لي خلي بالك من بنت من اختك الصغيره.
اللي هي بنت امك وابوكي؟ امي وابويا. شقيقتك يعني؟ شقيقتي. طيب وماله، ما تخلي بالك منها. انا اهديها لانها يعني ساعدتني كتير ايام مع عملة العمرة. اخدتني في بيتها 2 سنين في العمرة، وانا يعني عايزة اهديها بحاجة، فرحت كاتبه لها الشقة. ايه الجمال ده؟ ايه يا اختي الحلاوة اللي ما تتوصفش بكلام دي؟ والله يا دكتور. يعني انا اختي تستضيفني اديها بيت؟ يبقى مسروقه فلوسي من الراجل يا دكتور وعن طواعيه قد اخت الشقه اللي حيلتي. وبعدين في حاجه تانية كمان. امي وابويا كل المرض بتاعهم هي اللي ساعدتهم. فانت بتديها اجرتها؟ لا مش اجرتها، بس انا قلت اكافئها يعني. تكافئيها؟ وابوك وامك كانوا عجزه عن المكافاه؟ كانوا عجزه. كانوا عجزه، فانت قمت بالواجب. وهي كانت في الوقت ده محتاجه؟ كانت محتاجة. كانت محتاجة الشقة؟ كانت محتاجة فلوس يعني. لا الشقة. لا أنا عطيتها الشقة. أيوة ما أنت عطيتيها، هي كانت محتاجة. اتجوزت رخرة والبغل اللي اتجوزها شاطها بالشلوط لقاها في الشارع؟ لا هي ما اتجوزت كان عندها شقة. طب وراحت فين؟ موجودة. أمال اديتيها بتاعتك التانية ليه؟ عشان يعني انا يعني زي ما تقول انا كنت عايزه اكافئها. طيب وانت دلوقتي طمنيني عليك. انت طمنيني عليك بقى، الله يرحم الجميع. طمنيني عليك دلوقتي، انت قاعده في دار مسنين بقى؟ لا انا قاعده في شقتي. فين حته في اسكندريه؟ في رشدي. طب ما اعرفش المناطق قوي، بس انا اعرف الانفوشي وستانلي عشان فيها الوجوه الناضره. يا حبيبتي رشدي. يا حبيبتي انت قاعده في بيتك ومستوره؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. ولاقيه فلوس تصرفي؟ ايوه الحمد لله، عندي معاشين يا دكتور. اللهم لك الحمد، ربنا يزيدك. وخلي بالك بقى من اللي جاي، لا تشحتي. لا انا لا ما هو مش فاضل بقى الا ما هو مش فاضل الا دقه كرم زي دي تضيعي خالص. لا بس في سؤال معين ليا ست ناديه. نعم. في سؤال تحب تساله لي؟ ايوه يا دكتور. أؤمري. دلوقتي الشقه اللي انا كتبتها باسم اختي. ايوه. في اخوات مش عاجبهم الوضع. اخوات تانيين؟ شافوا انك ظالمه. لا انا مش ظالمه يا دكتور، انا مش ظالمه. امال مالهم اخواتك؟ يكون انا ما سمعتش. انا اعطيت كل واحد منهم 40,000. اللهم صل. يا ريتني كنت واحد منهم يا شيخه، يا ريتني كنت واحد من دول. انا مش ظالمه يعني، انا حبيت. ولا كنت انا اللي اتجوزتك وقعدت كده تفطريني ملبس وتغديني مندي وبتاع، وانا كنت عايش العمر كله خدامك ونغير النشاط بلا استاذ في جامعه بقى بلا بتاع. عند ربنا يا دكتور. انت بتدي يا ناديه بالالوفات الكتيره دي كده ليه؟ بتدي بالالوفات الكتيره دي 40,000 لكل واحد وشقه الواحده. لا 40,000. طب ما يا حبيبتي ما هي اختك دي يا حبيبتي خدمت ابوها وامها، ولا هي من ام تانية يا اختي، ولا جاره يا اختي؟ ما هي خدمت ابوها وامها اللي هم ابوك وامك. عشان احنا محتاجه شقه عشان تكافئيها. عشان احنا كلنا سافرنا. طب السؤال ايه دلوقتي يا ناديه؟ السؤال ايه؟ قولي السؤال كده في ورقه. يعني انا عامله غلط؟ من اولك لاخرك غلط قبل ما تمشي لو تعرفي. وهقول بقى دقيقه واحده للساده المشاهدين. اموره عايزه تتجوز، واحده عندها 90 سنه وعايزه تتجوز، مفيش لجوزها تعريفه في فلوسها، وهي اللي ليها عنده صداق يطيب نفسا عن بعضه، فإن طبن لكم في النساء على اليمين آخر سطر الصفحة عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. ما طابتش نفسها، ملكش حاجة عندها يا مسلم. واللي خدمت أبوك وأمك، يا أبوك وأمك يكافئوها، يا أنت بشال حرير يجي له ب2000 3 5 6، ولكن ليس شقة. ولا كل واحد من اخواتك ياخد 40,000 وبعد كده هيديك 40 جزمة. قلنا في الموعظة الحسنة إن حقوق الأخوة مش معناها أدي ثروات ولا أملك بيوت، وإنما معناها مساواة، مواساة، مساعدة. ياخد من فلوس الزكاة مش من رأس المال. يا ناس شوفوا حاجة اسمها رسالة المال في الإسلام لمبروك عطية. رسالة المال اللي احنا بنضيعه
واحدة واحد يطبطب عليها، تديله السرحة والمروحة والملبسة والندية وتأكله. مصر كلها على كده، فكرة كده. أنا ما أعرفش الكويت عاملة إيه، لكن مصر كلها كده. مصر 99 في مصر رجالة، قليل جدا منهم اللي هو قايم بواجباته كزوج، لكن كتير جدا جدا جدا. أنا بلغت يمكن في النسبة شوية، بعتذر، لكن كتير قوي على فكرة، كتير قوي قوي. لأن ما بيقابلنيش حد نهائي الا وهي بتشتغل، يا خدامه في مستشفى، يا بتمسح ما اعرفش مين، يا ممرضه في الحته الفلانيه، يا موظفه في حضانه، والبيبي اتجوز. يا جدعان اعرض لكم اخر حاله عندي، واحد متجوز 3 وراسب دبلوم، ما معهوش شهاده، بيشتغل ايه يا ضنايا؟ قالت اي حاجه. اللي اي حاجه دي طول العمود اللي قدامي ده. يعني شابه اتجوزت، فشلت، معاها عيلين خدها، ومعاه واحدة تانية ب3 عيال، ومعاه واحدة تالتة ب4 عيال. ده واحد واخد 3 حريمات أو 3 ستات، مخلف من كل واحدة، ولا بيشتغلش. فال3 سيدات بيعملن وأعمال أي كلام عشان ترجع تتسوق. مش هيبقى عندي غير سؤال واحد ملوش إلا إجابة واحدة، هقوله بس مش هجاوب، ومش هقول الإجابة دي. لو قلتها هنفعل، وأنا جزا الله خيرا من يذكرني بحاسب على قلبك وينهاني عن الانفعال. السؤال الواحد: ايه اللي مخلي الثلاثة من غير ته طبعا لان دي انثى، ايه اللي مخلي الانثى دي والانثى دي والانثى دي باقيين على ذمته راضيين بوكسته؟ عايز اعرف. والله العظيم ما في غير إجابة واحدة، وأنا مش هقولها. يلا